الحيوان ده بيتعمل له 100,000 حساب بمجرد ما يتذكر اسمه بس. الغوريلا بتعتبر هي تاني أقرب الحيوانات للبشر، وبتشارك الإنسان في الحمض النووي بنسبة 80%. بيقدر الباحثين قوة الغوريلا بست أضعاف القوة البشرية، ناهيك عن إنهم بيمتلكوا قوة عضة ما بين الأقوى في عالم الحيوان. وبالرغم من كل القدرات اللي عندها إلا إنها أبعد ما يكون عن حيوان مفترس. كتير من الناس ممكن يشوفوها على إنها حيوان مسالم بيعيش وسط الطبيعة وبياكل النباتات، لكن الحقيقة إن في أسرار مرعبة بتحيط بحياة الغوريلا ومحدش بيعرفها غير اللي درس حياتهم عن قرب. أول حاجة لازم تعرفها عن الغوريلا إنها بتتحول بالليل. الطبيعة بتاعتها إنها مش بتنام بشكل عميق زي بقية الحيوانات، يعني حتى في عز الليل الغوريلا بتكون صاحية بشكل جزئي، حاسة بكل حركة حواليها، وعندها قدرة على مراقبة كل اللي بيحصل في الغابة، وكل ده وهم قاعدين هاديين كأنهم بيتفرجوا عليك وانت مش واخد بالك. الباحثين اللي درسوا حياة الغوريلا لفترة طويلة لاحظوا انهم بيقدروا يحسوا بأي تهديد جاي من بعيد، سواء كان بشري أو حتى حيوان مفترس، وبيتجهزوا للرد بعنف. وممكن تهجم في أي لحظة لو حست إنك خطر على المجموعة بتاعتها. باحثين كتير سجلوا قصص حقيقية عن غوريلا هجمت على معسكرات في وسط الليل بعد ما حسوا بوجود بشر قريبين. الضربة من الغوريلا بتبقى كافية إنها تأثر بشكل قوي على أي حد مغامر أو جريء قرر إنه يدخل منطقتهم بالليل. كل مجموعة غوريلا بيحكمها قائد قوي اسمه الظهر الفضي، ومش أي غوريلا بتقدر تاخد المكان ده، لازم يكون أكبرهم وأقواهم، وده اللي بيحكم السيطرة على كل أفراد المجموعة. الغوريلا دايما بتخاف من قائدها، لو ظهر القائد غاضب محدش بيقدر يقرب منه. هو اللي بيحدد مكان النوم وبيأمرهم بالتحرك من مكان للتاني، ودايما بيحميهم من أي تهديد. الغوريلا معروفة إنها مش بتهاجم كتير، لكن لما القائد بيحس بخطر مش هيتردد ثانية في استخدام قوته. العلماء اللي درسوا الغوريلا سجلوا مواقف مرعبة عن هجوم الظهر الفضي على صيادين حاولوا يدخلوا مناطقهم. هجمتهم كانت سريعة ومميتة، والموضوع مش مجرد ضربات عشوائية، ده بيدرس الشخص اللي قدامه وبيضرب في أضعف نقطة. ضربة واحدة ممكن تكسر ضلوع إنسان في ثواني. ده غير إن الغوريلا عندها طريقة غريبة في التواصل ما بينها وما بين بعض. ناس كتير تفتكر إنهم بيتكلموا بالأصوات زي الحيوانات التانية، لكن الحقيقة إن الغوريلا عندهم لغة مش مفهومة بالكامل للعلماء لحد النهاردة. في إشارات بالجسم ونظرات معينة بينهم بتقول حاجات كتير، كأنهم عندهم شفرة خاصة. القائد بيقدر بحركة صغيرة جدا إنه يخلي كل المجموعة تتحرك في ثواني بدون ما يطلع صوت واحد. الغوريلا بتصدر أصوات معروفة زي ضربات الصدر اللي بتدل على القوة، لكن كمان عندهم 22 صوت مختلف لكل موقف، وعندهم صوت خاص لو كانوا بياكلوا، وصوت تاني لما بيحسوا بخطر، وصوت لما يكون في تهديدات خارجية. العلماء لحد دلوقتي مش عارفين كل المعاني وراء الأصوات دي، لكنها مخيفة في الدقة بتاعتها. ومن الحاجات اللي معظم الناس مش عارفينها إن الغوريلا معروف عنها إنها نباتية وبتاكل أوراق الشجر والفواكه، لكن في حالات معينة الغوريلا بتتحول وبتصطاد حيوانات صغيرة لما الأكل بيكون قليل. في أوقات الجفاف الغوريلا الكبيرة بتمشي في الغابة وتدور على فرائس صغيرة زي الغزلان أو الخنازير البرية. العلماء في الكونغو شافوا بعينهم غوريلا كبيرة بتطارد غزال صغير وقتلته بضربة واحدة. ولكن الصيد مش حاجة معتادة عند الغوريلا، لكن لما الجوع بيشتد بيكشفوا عن جانب مرعب منهم، وبيستغلوا قوتهم وسرعتهم في الهجوم على الحيوانات الضعيفة، وده بيخليهم يتصدروا المشهد في الغابة كحيوانات قوية مش بتخاف من أي حد. إما لو حصل ومات فرد من أفراد المجموعة، الغوريلا مش بتسيب الجثة وتمشي زي معظم الحيوانات. بيبدأوا في طقوس غريبة جدا، تبدأ بلمس الجثة كأنهم بيحاولوا يصحوها، وأحيانا ممكن يقعدوا ساعات جنبها. القائد بتاعهم ممكن يفضل قاعد جنب جثة الفرد الميت ويفضل يحركها ويحاول يخلي باقي المجموعة تيجي وتشوفه. الطقوس دي مش مفهومة بالكامل، لكنها بتوضح إن الغوريلا عندهم وعي أكبر من اللي متوقعه العلماء. وفي حالات مسجلة الغوريلا كانت بتمشي بالجثة لمسافات طويلة جدا قبل ما تسيبها في مكان معين في الغابات، وده بيثير فضول العلماء. هل الغوريلا عندهم نوع من الفهم للموت؟ أو هل بيعتبروا الجثة هي جزء من المجموعة حتى بعد الوفاة؟ وعانت الغوريلا بكل أنواعها، وبجانب تدمير موطنهم بيتم اصطياد الغوريلا سواء لبيعها لحدائق الحيوان أو بهدف دراستها أو حتى الأكل لحومها. ومن أكتر الحاجات اللي بتعرض حياتهم للخطر هو إنهم ممكن يصابوا بالأمراض من البشر. دور برد صغير ممكن يقضي عليهم تماما.
وكل العوامل المجتمع دي خلتهم معرضين لخطر الانقراض. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واستنوا الحلقة الجاية، ونوعدكم إن اللي جاي جديد.